اهلا وسهلا بكل متتبعي قناه توب سهام. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال ان شاء الله. فيديو جديد ووصفه جديده. قبل ما ندوزو الوصفه ديالنا، الا كنتي اول مره كتعرف على القناه ما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس، وهكا غادي يوصلك دائما الجديد ان شاء الله. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نحضر معكم كيك بخليط واحد ولكن بمذاقات مختلفه. كيك ناجح خفيف من اروع ما يكون. خليكم معايا. فاول حاجه فانا غادي ناخذ جوج ديال الليمون. انا غادي ندير واحد الخليط اللي هو كبير وغادي نقسمه على جوج باش يعطيني جوج ديال الكيكات. ممكن نكتفيو بنصف الخليط وغادي يعطينا كيك واحد. فانا خديت المول الاول دهنته بالزيت ورشيته بالزنجلان. المول الثاني فانا دهنته حتى هو بالزيت ورشيته بالكاكاو، حيت غادي ندير كيك اللون ديالو عادي ابيض، والكيك الثاني غادي يكون اللون ديالو اسود. فانا هنا خديت 8 ديال البيضات. يعني الا بغينا نديرو كيك واحد فاحنا دائما كنديرو نصف الخليط، كنأكد عليها. 3 ديال المعالق كبار ديال الخل، جوج ديال الكيسان ديال الماء. كنحاول نوريكم الكاس كيفاش داير، يعني راه غير كاس عادي بحال الكاس ديال العنبه. جوج ديال الكيسان ديال الزيت، جوج ديال الكيسان ديال السكر، ودائما كندير واحد الرشه ديال الملح. فانا طحنت كاع هاد المكونات وغادي نقسم الخليط على جوج. فانا غادي ناخذ النصف الاول، ضفت ليه هكا واحد القشور ديال الليمونه محكوكه، وغادي نضيف له واحد الفاني بالنسمه او برائحه الزهر، جوج ديال الخمارات من فئه 8 غرام، وغادي نبدا كنضيف الدقيق شويه بشويه. فانا غادي ناخذ جوج ديال الكيسان ونص ديال الدقيق. صافي كنخلط هاد المكونات مزيان. فالخليط ما كيكونش ثقيل وما كيكونش خفيف في مره، يعني ما بين وبين. صافي كنحاول نخدمو هكا كيف ما كتشوفوا معايا مزيان. فانا هنا عاد ضفت داك النص ديال الكاس. في الاول درت جوج ديال الكيسان ودابا زدت نص كاس، يعني جوج ديال الكيسان ونص ديال الدقيق. صافي فانا غادي نخوي هذا الخليط في هذا المول الاول اللي درت له الزنجلان. صافي وغادي نحتفظ بها غير هكا حدايا حتى نسالي الكيك الثاني وعاد نكمل معكم ان شاء الله. بالنسبه للخليط او الكيك الثاني فانا كيف ما كتشوفوا معايا صبيته في نفس البول اللي كنخدم فيه. غادي نضيف له واحد الزا ديال غير عاديه، جوج ديال الخمارات دائما من فئه 8 غرام. فانا حاولت ندير داك الفاني في الاول ديال الزهر والثانيه غير ديال الفاني عادي. غادي ندير 3 ديال المعالق كبار ديال الكاكاو والمر، وغادي نضيف جوج ديال الكيسان ديال الدقيق. كيف ما كتشوفوا معايا راه دائما كيبقى الدقيق على حساب واش كيتشرب دغيا ولا لا، يعني عينك ميزانك. كيف ما شفتوا معايا في الاولى فانا درت فيها جوج ديال الكيسان ونص، ولكن الثانيه درت غير جوج ديال الكيسان ديال الدقيق، حيت فانا هنا درت البنان وهو كيتقل وعاد الكاكاو. صافي كنحاول ندخل هاد المكونات مزيان. فانا هنا زدت شويه ديال الكاكاو على حسب اللون. صافي غادي نخدم مزيان وغادي نصبها في المول الثاني. وانا هنا راني عندي الفران كيسخن. فانا غادي نحاول ندير هكا واحد الاضافات من فوق الكيك، وانتم كيبقى لكم الاختيار، كل واحد يقدر يتفنن بالطريقه اللي هو باغي. بالنسبه لهاد الكيك الاول فانا هنا خديت شويه ديال الزبيب، شوكولا، شويه ديال التمر، زنجلان، وغادي نرشو من الفوق ديال الكيك. صراحه كيجي واحد الكيك رائع جدا. كيف ما شفتوا معايا فاحنا هنايا ما درنا لا حليب ولا دانون، فاحنا هنا اكتفينا فقط بداك الماء. صراحه بالماء راها كتجي رائعه جدا. صافي هنا غادي ندوزو
الكيك الثاني. فانا هنا كندير واحد الاضافه ديال شويه ديال الشوكولا من الفوق، وغادي ندوزو الكيك الثاني. بالنسبه للكيك الثاني فانا خديت هنا غير شويه ديال اللوز مع شويه ديال الشوفان، وفي الاخير غادي نضيف له شكلاط بيض حتى هو من الفوق. صافي هنايا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نضيف دابا الشكلاط بيض، وغادي ندخلهم ان شاء الله الفران على نار اللي تكون مهيله بحال اللي غادي يطفى ليا الفران، وكنكون سخنته من قبل كيف ما قلت. صافي كنخليهم تقريبا واحد 35 حتى 40 دقيقه، كنخليها حتى كتنفخ مزيان وكتبدا تحمر من الوجه ديالها، عاد كنهبطها واحد 2 ديال الدقائق تحمر من الوجه وكيكون الكيك واجد. نعاودو نتلاقاو من بعد ما يوجدوا لينا هاد لي كيك.